السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الرؤية دي اتحكت على اليوتيوب من 10 سنين. ازاي اتفسرت الرؤية دي؟ سبحان الله العظيم. الناس اللي بتقول دي مش رؤى عامة ويرى الرؤى العامة الرؤساء فقط وكذا. طيب دي رؤى من شخص عادي جدا زيه زينا شافها، والمعبر رفعها على اليوتيوب بتعبيره هو عليها من 10 سنين. تعالوا دلوقتي نسمع الرؤية مع بعض ونسمع رأيي في التفسير وكيف تحققت الرؤية العامة اللي الناس بتقول مفيش رؤى عامة ومبتحصلش والكلام ده. تعالوا نسمعها مع بعض. فالمهم الرؤية اجت من واحد من أهل مصر، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت منذ فترة إني نائم في وادي وبجواري ابني واسمه حمزة، وإني خائف وقلقان، يعني قلقان على ابني، لأنه بالقرب منا تل أو جبل صغير ويجلس على قمته أسد، فكنت دائم الخوف على ابني، ولكنه هو ابني من كان يطمئني ويقول: لا تقلق يا أبي، وبجوارنا في الوادي قناة أو مصرف حسب تعبيرنا في مصر، ولكن لا يوجد بها ماء، لكن يوجد بها 3 بقرات على ما أتذكر، وآخر بقرة منهم القريبة من الجبل هزيلة ونحيفة ومربوطة من ذيلها بحبل مربوط بالأرض، وبجوار البقرات قوما هم أهل هذه المنطقة ينادون على الأسد أن ينقض على البقرة الهزيلة، ويقول لأنفسهم: هي كده كده ميتة فليأكلها الأسد ويكفينا شره. فنزل الأسد من الجبل وانقض على كبش ثمين كان في يد واحد منهم، وحاول أن يخلصه من الأسد ولكن فشل أن يخلصه، فترك البقر وانقض على الكبش أو الخروف الذي في يده. كانت هذه الرؤيا بعد أن صليت صلاة الصبح في جماعة من حوالي شهر، علما بأني من مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله العظيم. الرؤية دي من 2014، فات عليها 10 سنين. ايه معنى اللي حصل بقى في خلال الفترة دي كلها؟ اولا الاسد اللي ظهر في الرؤية دي دلالة دولة عظمى وكبيرة وتحتل مكانة عالية بين الدول. اما مجرى اللي ظهر او الاناية اللي ظهرت، لاحظوا معايا ان هي كانت جافة. الجفاف هنا ان احنا هنكون معرضين في الفترة اللي هو من 10 سنين لمشكلة المية في نهر النيل. يعني القناة اللي ظهرت في الرؤية دي رمز على دلالة نهر النيل. اما ال3 بقرات اللي ظهروا فشفتهم 3 دول مشتركة في النهر ده، في مجرى النيل ده، دول 3 دول. لاحظ كده معايا ان حد من اهل المنطقة او الناس بتوع المنطقة قالوا ايه؟ كل يلا البقرة النحيلة دي اللي هي أصلا متمسكة بالأرض على ما أتذكر، وآخر بقرة منهم القريبة من الجبل هزيلة ونحيفة ومربوطة من ذيلها بحبل مربوط بالأرض. تخلي بالك معايا، قال لك ايه؟ مربوطة بالأرض، فيما معناه انها مشكلة على الأرض بين دولتين. طبعا احنا لو اخدناهم كده بالترتيب فهي مصر، وبعدين شمال السودان، بعدين جنوب السودان، فتكون الدولة الثالثة النحيلة اللي هي دلالة البقرة دي هي ايه؟ جنوب السودان. مشكلتها مشكلة أرض لأنها مربوطة بالأرض، خلاص هي كده كده نحيلة، كده كده ضعيفة، والله تعالى أعلى وأعلم. بيجي بعد كده رمز مهم قوي في الرؤية، وهو الكبش الثمين اللي لما أكلوا الأسد ما أكلش ال3 بقرات. وأعتقد والله تعالى أعلى وأعلم إنه الكبش ده تأويلاته كتيرة جدا جدا، ولكنه طبعا يقع في نطاق الثروات، ويقع في نطاق الأموال، ويقع في نطاق حاجات كتيرة قوي، وكأنها تكون فداء وفدو لل3 دول دول. الرؤية من 10 سنين وتحققت فعلا. جنوب السودان أصبحت دولة هزيلة وضعيفة، وحصل فيها ما حصل، وشفنا فيها الأحداث والكلام ده كله. الحمد لله رب العالمين إنه بقية الأبقار أو كلهم يعني ما حصلش فيهم أي حاجة. المشكلة اللي حصلت أو الكلام اللي حصل بعد كده كان على مشكلة المية في المنطقة، والموضوع اللي احنا عارفينه ده كله. الأسد هنا هي الدولة العظمى الجائعة اللي هي بتكون دايما عايزة اللي عند البلاد دي أو اللي في البلاد دي أو كذا أو كذا. الحمد لله ما انقضش الأسد على 3 بقرات ولا أي حاجة، الحمد لله. ما كانش وقتها ظهر حال جنوب السودان،
كانت لسه يدوبك حصل الانشقاق وكذا، وكانت الدولة الناس مستبشرة جدا بالخير وكذا، وسبحان الله اللي يحصل بعدها انها تصبح هزيلة وضعيفة. يعني ده تحقق موضوع المية، وان القناية دي ناشفة في الرؤية او ما فيهاش مية، يعني دلالة المشاكل اللي بتحصل على موضوع حوض النيل والكلام ده كله، وده حصل. فاللي عايزة اقوله في الرؤية دي، اديكوا هو بتقولوا ما فيش رؤى عامة وكذا وكذا، رؤية كانت مهمة جدا بتقول على دولة اللي بيحصل فيها. ربنا يحفظ بلادنا جميعا جميعا، اللهم امين، من كل الاسود ومن كل الناس اللي طمعانة فينا، اللهم امين يا رب العالمين. شكرا لكم على متابعتي، كانت معكم مفسرة الرؤى نهال مجدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.